نقدمه في فقه النظام السياسي الإسلامي. المبحث الأول: تعريف النظام السياسي. يعرف النظام السياسي إما باعتباره لقبا وإما باعتبار الألفاظ المكون منها. تعريفه باعتبار ألفاظه: السياسة لغة القيام على الشيء بما يصلحه، وسست الرعية سياسة أمرتها ونهيتها، وسوس الرجل إذا ملك أمرهم، والسوس الرياسة يقال ساسوه سوسنا، وإذا رأسوه قيل سوسوه وأساسوه، والسياسة فعل السائس يقال هو يسوس البوابة إذا قام عليها ورابها، والوالي يسوس رعيته. واحد. والسياسة بهذا البيان لفظة عربية أصيلة. اثنان. والسياسة لغة لا تنحصر فيما يتعلق بالدولة وأمور الحكم، وإنما هي القيام على الشيء بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول بما يصلحه فيجلب له المنافع أو الأمور الملائمة، ويدفع عنه المضار أو الأمور المنافية. ويتحدد لفظ السياسة بما يضاف إليه، فإذا أضفنا السياسة إلى الرعية كان معنى ذلك القيام على شؤون الرعية من قبل ولاتها بما يصلح تلك الشؤون، ووسيلة ذلك الأمر والنهي والإرشاد، إضافة إلى الترتيبات الإدارية والنظامية التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم. يقول ابن تيمية رحمه الله عن العلم بالسياسة: علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها. ثلاثة. شرط صوفية. والسياسة نوعان: سياسة عقلية يكون تدبير مصالح الرعية فيها منقولا إلى العقل البشري، وتسمى أيضا سياسة مدنية. وسياسة شرعية يكون تدبير مصالح العباد فيها بمقتضى النصوص الشرعية وبما دلت عليه أو أرشدت إليه أو استنبطه العقل البشري ممن يحقق مقاصد الشريعة. واحد. وقد استخدم الفقهاء لفظ السياسة في مصنفاتهم وأرادوا منها عدة معان. واحد. الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الأمانات في الولايات والأموال، والحكم بالعدل في حدود الله وحقوقه وفي حقوق الآدميين. اثنان. ما يسنه ولاة الأمر المجتهدين فيه من الأمور التي تكون الرعية معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يرد بذلك نص ما دام أنه يحقق المقاصد الشرعية ولا يخالف أدلة الشرع التفصيلية. ثلاثة. وهو ما يعني العمل بالمصالح المرسلة. ثلاثة. التعزيز والزجر والتأديب. أربعة. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن السياسة كلمة يدخل تحتها في اصطلاح علماء الإسلام مجموعة من الأحكام الشرعية، سواء منها ما يثبت بدليل خاص أو باجتهاد يؤدي العمل بها إلى جلب الخير والصلاح لجماعة المسلمين وإلى دفع الشر والفساد عنهم، ولم تكن تعني الاقتصار على الأحكام المتعلقة بالدولة الإسلامية من حيث شكل الدولة أو نوعها أو طبيعة السلطة فيها ومصدرها وكيفية ثبوتها وانتقالها، وشروط القائمين على رأس الدولة والجهة التي لها حق تعيينهم أو عزلهم، والحقوق والواجبات المتبادلة بين الحكام والمحكومين، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالدولة. لكنه حدث في العصر الحديث نوع من التخصيص لمدلول لفظ السياسة، ولم يعد يفهم منه اصطلاحا ما قدمناه سابقا، وإنما صار يفهم منه ما يتعلق بحكم الدول. وقد وردت عدة تعريفات للسياسة في الاصطلاح المعاصر، منها: السياسة معرفة كل ما يتعلق بفن حكم دولة وإدارة علاقاتها الخارجية. واحد.